يا مساء الفل وصباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جاتني فيديو جديد كالعاده. إيه الاخبار؟ كله تمام دايما يا رب. المهم يا جدعان، نمنا صحينا لقينا كارثه سودة. والله كارثه سودة، بمعنى ما تيجي نشوف عشان بس مهما بلغت مش هيوصل لكم الفكره. يلا. طمنا وارتحتوا. فين القاعة اللي متأمنة؟ فين القاعة؟ لا انا هروح اعمل فيكم اقسم بالله محضر. يا ابني انت اللي طلعت قلت للناس القاعه متامنه لو حد جه مش هيعرف يخش غير لما يكون معاه دعوه. انت اللي قلت كده بنفسك بلسانك. ده ما تلومش على الناس بقى. الناس كسرت عليهم البيبان. يا جماعة اتصلوا بالحكومة. سوري يعني يا كروان، هتعمل لك ايه الحكومه؟ وانت بلغت الحكومه انت تعمل فرح؟ اصلا انت اخدت اساسا موافقه؟ طالما اصل بص، في حاجات كده مع الشخصيات العامه، يعني فلنفترض ان هو شخصيه عامه، معلش يا جماعه امسحوها فيا المره دي، بس فلنفترض ان هو شخصيه عامه تمام، والناس رايحه تجمع او جمهره. دي اسمها جمهره، وعلى فكره ليها قانون عقوبات عشان تبقى فاهم يعني. فانت المفروض تبلغ على اساس دوت يبقى يحصل تنظيم، يعني تنظيم. تخيل كده الشرطه تنزل تنظم فرح كورونا مشاكل. يا نهار ازرق يا جدعان، يا نهار ازرق. خربت. مفيش حد بيتصل بالحكومة. مبسوطين باللي بيحصل، مبحورين بالسيطة. ستة ايه اللي هم مبهورين بيها؟ هي الناس مش فرحانه ان قاعدهم بتتكسر. مفيش حد هيبقى فرحان ان اكله عيشه بيبوظ، افهم دي. لكن هم هيعملوا يعني، هعمل ايه؟ حتى لو طلبت الحكومه يعني مش هقول لهم ايه؟ اقول لهم الناس عايزه تخش بالعافيه فرح لواحد مشهور. هل يعني مشهور؟ يعني مش عارف هو مشهور بالخيبه والنيبه وحاجات كده طين على دماغه، بس ماشي مشهور. يعني هيعملوا ايه يعني؟ وحتى الشرطه مش عارف يعني. ما لا انت شخصيه عامه، ولا انت شخصيه مهمه، ولا انت مجدي يعقوب، ولا انت اي نيله، حتى ما فيش حاجه. هيجوا بناء على ايه؟ مبحورين بالسيطة. كل واحد كلهم فرحانين. على ما اظن من وجهه نظري انا المتواضع قد كده اهو، هيفرح فيك ليه؟ بالزيطه؟ لا طبعا هو مش فرحان بالزيطه، لان هو عارف ان الجمهره دي غلط عليه هو، فمش فرحان بالزيطه هو خالص. هو استغرب، وهو زيه زيك متفاجئ. انت ليه محزن؟ انت بس متفاجئ، ما هو كمان متفاجئ. هو ما كانش عامل حسابه ان العدد ده كله جاي. احتى ايه؟ احتى مراتي فين؟ مراتي روحت بيتها وبيتي خرب والكواسه خربت عشان عمالين تقولوا ترند. مراتك روحت هو مش ده كاتب كتاب ودخل المفروض؟ روح بيتها ازاي؟ طب الفرح خرب هو ما كتبش الكتاب ولا ايه؟ اهو خلصت. بوظتها وارتحتوا. فرحي بس. انتوا مبسوطين كده. اهو كل حاجه باظت. مش هقدر اقول غير كده. يا عم عادي خيرها في غيرها ان شاء الله. وبقى اعمل حاجه زي كده، بس ما تبلغش الناس اللي بلغت عنك او اللي بلغت عن مكان الفرح، لان هم دول اكتر ناس اذوك. ده اذا كان الفرح حقيقي. انا لحد النهارده مقتنع ان الفرح ده عباره عن ترند. معلش يا جماعه برضو خدوني على قد عقلي. مش عارف انا اقول ايه. مش مقتنع انا اقول ايه. مش مقتنع. مش مقتنع في ايه؟ انت طالع انت مش عارف فعلا هتقول ايه، لان انت حافظ كلمتين المفروض تطلع تقولهم. يا جماعه انا مع احترامي والله العظيم لعيله شعبان عبد الرحيم، بس انا في رايي الخاص ان مفيش حد عاقل في الدنيا، قلت لكم خدوني على قد عقلي بالله عليكم في الفيديو ده معلش، هيرضى يجوز بنته لواحد مستقبله مبهم. قول لي ايه انت شفت في كروان مشاكل ايه يخليك تديله بنتك اغلى حاجه في حياتك؟ انت قول لي، هل في اب، مش عايز اقول بالسذاجه دي، بس هل في اب يقدر يدي بنته كده لواحد ما يعرفش شغال ايه ولا بيعمل إيه؟ هو اخره طلع يهرتل على السوشيال ميديا، انما ايه على ارض الواقع؟ مفيش. هل يعقل ان في اب في الدنيا يدي ضنا اللي هو اغلى حاجه في حياته لواحد زي ده؟ لما كوازة زي تبوس صارف ومكحس ومكلف عليها. الشمروخ رموه. الحمد لله ان احلى سلام. الشمروخ رمى ولع في العربية في ثواني. العربية بقت فحمة. معرفناش بنعمل ايه اصلا. اسمه ايه القاعة. مش عارف اخرج من القاعة. قاعد ساعتين محبوس في القاعة. الناس تمشي. طب ما هو كان ده المطلوب يا كروان عشان تلم الدق يا حبيبي. بص اللي قبلك عمل الكلام ده كان احمد مكي في المسلسل بتاع كبير قوي، لما كان متعرف على البنت بتاع السوشيال ميديا وعملوا خطوبه فيك وفرح فيك والكلام ده كله عشان يلموا فلوس. وده اللي بيحصل يا جماعه بعد الفرح وبعد البتاع. طلع عمل لايف حرفيا لم فلوس القاعه والعربيه في ساعه زمن. اتفرج عليه حوالي 300 وشويه الف. بص يا جماعه، اذا كان اللي بيتكلم مجنون ولا مش عارف ايه، فالمستمع عاقل والله.
مستحيل حاجه زي دي. انا لو قاعد بفكر بس 5 دقايق هفهم ان هي عباره عن حوار. لا 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 لا، غلط غلط غلط. طب اتصلوا بالحكومة، اتصلوا بالحكومة، اعملوا حاجة. لا واقفين بيتفرجوا، واقفين بيتفرجوا، مش عاوزين يتصلوا، مش عاوزين يتصلوا. مرة واثنين وثلاثة واربعة ومية، ما حدش عاوز يتصل. الفرح خرب على راسي، وانا اللي شلت الشيلة. الفرح كله خرب، وعربيتي خربت، اللي ايدي ورجلي وكل حاجة، كل حاجة خربت. يا عم هتجيب ثمنها في ساعه يا عم انت، والله اوريدي جبت ثمنها في ساعه تقريبا. هو لم نص مليون جنيه في ساعه يا جماعه. وبقى ممكن تبقى ابو اسهم بقى او حاجه زي كده، لكن انا مش مقتنع والله، مش مقتنع خالص ان في جواز وبتاع. ما لا 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 لا. لو ترجعوا زمان شويه يا جماعه، تفتكروا بقى محمود حديده ومش عارف مين ومين والزبال اللي طلع، كلهم طلعوا من ورا مين؟ واحد بس. تمام. هو نفس الشخص اكيد مليون المية هو اللي عامل الدنيا دي. والله ما مقتنع، والله ما مقتنع. كل حاجة خربت، كل حاجة راحت مني. طب معلش سؤال، يعني دلوقتي يا عم انت خلصت الفرح تمام والدنيا خربت فوق دماغك، حلو، والعروسه روحت بيتها، طب معلش يعني ما كملتوش ليه مثلا حاجه زي كده في البيت؟ يعني اكتب كده كده في البيت، خلاص كده كده الفرح خرب، اكتب بقى كده في البيت وخدها وروحوا على بيتكم، ده اذا كان في بيت اصلا، فاهمني؟ اصل بتوع السوشيال ميديا دول بالذات، اللي هي الناس اللي فاتحه حياتها على الملأ، يقعدوا بقى ينشروا انت جبت الغساله وجبت مش عارف السخان وجبت مش عارف البوتاجاز وجبت الثلاجه، ويقعد بقى يجيب فرش البيت والكلام ده. الكلام ده مش شفناهوش. احنا بين يوم وليله يا باشا في فرح، اتعرفتوا على بعض امتى وازاي ما حدش عارف، فقشطه يعني. انا اتطمرت خلاص، اقسم بالله انا اتطمرت. لا وعينيك بتقول كده فعلا، ما بتقولش انت كداب يا كروان. انا اتطمرت. القاعة فيها مليون واحد، اقسم بالله ما يعادل اكتر من 10,000. ليه؟ ليه؟ ازاي انت يا عم علي يا صاحب القاعة تدخل الناس دي؟ ازاي؟ ما انا عاوز اعرف. انت بتقول مليون واحد بما يعادل 10,000. سيبك من دي، مش مشكله. حتى لو انا قافل الباب وفي تجمهر بره ممكن يكسروا الباب في اي لحظه، فانت برضه هتدمرني. وهيحميك ليه وعشان مين؟ يعني ايه يعني؟ لا مش هيعرف هيقف قدام مين ولا مين ولا مين ولا مين. احنا شفنا الشد وشفنا البتاع وشفنا قله الادب اللي حصل. وبعدين للدرجه دي يا جماعه الناس فاضيه؟ والله العظيم انتوا فاضيين، والله فاضيين فاضيين بجد. ده انتوا مالكوش حاجه تعملوها ده ايه ده الفاضه ده؟ ايه ده؟ يعني انت دخلت الناس دي ازاي؟ انا عاوز افهمها يا عم علي. هو انت فاكر نفسك في الفور سيزون بجد ولا ايه؟ احنا كلنا شفنا الرساله، بس يعني ده مش الفور سيزون الحقيقي، يعني دي قاعه في شبرا الخيمه، قاعه عاديه، يعني لا في امن ولا في بتاع، وعند جيب لي كام بودي جارد وما في مش هينفع يعني، هيتضربوا. ما هو معلش يعني بيقول لك الكتره تغلب الشجاعه. اللي انا برضو عايز افهمه يا جماعه، ليه يعني الناس دي كلها رايحه ليه؟ انا مش فاهم بصراحه الموضوع ده. شفت القبض على كروان مشاكل بعد ما فرحه باظ؟ ما شفتش؟ تعالى. الشرطه قبضت على كروان مشاكل من بيته في حدائق القبه، وده بعد ما حصلت مشاكل كتيره وخناقات في فرحه اللي كان في شبرا الخيمه. كروان مشاكل كان فرحه على حفيده شعبان عبد الرحيم، والفرح حصل فيه خناقات وتدافع، والمعازيم ضربوا بعض بالكراسي. حتى كتير من جمهور كروان مشاكل كان عايز يحضر الفرح لكن الجردات منعوهم. ولما الموضوع كبر حد من مسؤولي القاعه اللي على ترعه الاسماعيليه في شبرا الخيمه كلم الشرطه عشان تيجي. ناس كتيره بتقول ان في اخر الفرح كروان مشاكل ومراته هربوهم في توك توك من كتر الزحمه. وبعد ما الفرح خلص كروان مشاكل راح بيته وفتح لايف قعد يقول فرحي باظ، والناس بتقول انه قاعد يلم دعم وفلوس اكتر من نص مليون جنيه. هي الشرطه دلوقتي متحفظه على كروان مشاكل وانجي حماده وبتحقق معاهم وبتسمع اقوالهم، كمان بتفرج الكاميرات اللي كانت موجوده في القاعه عشان تعرف مين سبب المشاكل في الخناقات دي وحالات التحرش اللي حصلت جوه قاعه الفرح. طب يا جماعه نتكلم بقى كلمتين بما يرضي الله من الاخر بقى. انجي حماده وكرامه مشاكل الاثنين دول كان بينهم اساسا محاكم وكان بينهم حبس وبتاع، وكانت ليله كده كبيره. يعني انجي حماده راحت فرح كرامه مشاكل، يعرفوا ان في حاجه غلط. تمام. تاني نقطة، انت بتقول يعني تم القبض عليه عشان هو تسبب في جمهرة، الموضوع ده كبير بقى وفي تظاهرات وبتاع وكده، يعني حاجات كبيرة جدا في القانون فمالناش دعوة بيها، فهو اخطأ خطأ كبير. طيب ثانيا الموضوع احنا عارفين كله على في قلب بعضه ان هو ترند، كله في قلب بعض. تمام. والدليل على كده ان يعني شعبان عبد الرحيم قلت لكم الله يرحمه لو كان عايش مستحيل كان وافق على النسب ده. انا بقول لكم وحتى لو الناس هتطلع تقول ايه والله مستحيل، والله يعني انا عندي احساس كده، لا يعني هو حتى لو شاف كروان مشاكل لك ايه الفود ده اديله حفيدتي، فلو كان عايش ما كانش يعني رضي بالمهزله وقله الادب والمسخره دي، يعني على ما اتوقع طبعا. يعني انا عاوز اعرف بقى، ما كفاكمش كل ده؟
يعني انتوا ما كفاكمش كل ده؟ انت بتوجه رساله لمين دلوقتي؟ يعني للناس اللي جت حضرت؟ يا عم يعني هم غلطانين، كانوا جايين يوجبوا معاك. هو حد رفع عليك الشبشب ولا ضربك بالشلوت؟ الناس كانت جايه عايزه تشوف الاسطوره الفنان الكبير كروان مشاكل. وما انت فاكر ايه؟ اسطوره. طالعين تطلعوا اشاعات ان كروان اتحبس كمان. انت بتلقح على الراجل طب ما هو ما بيجيبش كلام من عنده، هو الراجل بيجيب كلام من مواقع اخباريه. يعني هو مثلا ما عادش حلم بيك طلع قال لك الخبر، وبعدين هو ما جابلكش الناس ولا كان موجود معاك في قلب القاع. دخل شاف قنوات اخباريه او مواقع اخباريه نشره الكلام ده فنقله بس. هتحبس ليه؟ عملت ايه عشان اتحبس؟ تسببت في جمهره، وتسببت في ان في حوالي اكتر من 10,000 زي ما انت ما بتقول واحد واقفين في مكان واحد، فدي تعتبر في القانون جريمه. فرحي باظ، عربيتي ولعت وبيتي اتخرب بقى. عاوزين مني ايه؟ بعد اذنكم خليكم في حالكم ومحدش يجيب سيرتي تاني. طب ايه رأيك انت لو تخلي نفسك انت في حالها، ما تطلعش تقعد تستفز في الناس؟ الناس استفزت من كلامك على فكرة يا كرون، ما حدش والله كان هيعبرك لولا ان انت طلعت قلت يا جماعة اللي هيجي واللي هيروح ده في قاعة متأمنة والقاعة مش عارف ايه. الناس بالذات المصريين عندهم عقلية، انت بتتحداني؟ المصري يقول لك انت بتتحداني انا؟ انت قد الكلام ده؟ طب انا هاجي لك وهتشوف هعمل فيك ايه. ده عقلية المصري. فما تتحداش الناس، ما انتش قد الناس ما تتحداهاش. ما تطلعش تقول كلام انت مش دارسه اصلا، انت مش عارف انت بتتكلم مين او تخاطب مين. مش كل الناس زيك يا كروان، معلش انا اسف يعني. مش كل الناس فكرها محدود، او كل الناس فاكراها ان هو ايه، لا ده انا هيقول لي الكلمتين دول هقعد اعمل كده. لا، من امتى اساسا المصري كده؟ من امتى؟ حبه الناس دي ناس فاضيه. معلش انا اسف مع احترامي طبعا للناس دول، ناس فاضيه. ده واحد ما هوش اي حاجه، ده تاني يوم الصبح عنده هينام لحد الفجر لحد بالليل او لحد المغرب، فما هو فاضي، ما عندوش حاجه، ما عندوش مشاكل، ما عندوش حاجه خالص، هو قاعد كده ما بيعملش حاجه. او في ناس تانية تيجي تقول لك يا عم انا اروح بس مش هروح عشان خاطر كروان اللي ده، لا انا اروح اشوف الناس التانية اللي جايه. وفي ناس تانية رايحه هدفها الوحيد ان هم يقعدوا يلمسوا ويتحرشوا كده. معلش يعني هو برضو الناس مش كلها شبه بعضها يعني. اتخيل شايف معازيم كروان ما بيقولوا يا محمد يا زباله. لا لا، معازيم تشرف، مش تشرف بجد والله، تشرف يا جدعان. يا نهار ابيض. يا جدعان هي الناس حصلت ايه في حالها؟ الناس كله شايف 4 تليفونات واقفين بس بيصوروا كروان. ايه ده بجد والله؟ ايه ده؟ الناس لغت عقلها حطيته في ولا ايه؟ مش فاهم يا جماعة القاعة اتسربت، انا مفيش حد هيجي ولا حد هيعرف يخش. اهو. هو ده الفيديو اللي بكلمكم عليه، قعد يهدد الناس اهو، محدش هيعرف يجي، محدش هيعرف يخش. اي حد غريب مش معصوم مستحيل انه يخش. القاعة متأمنة تأمين شديد وجايب حرس شديد. عشان كده كسروا القاعة فوق دماغك. عرفت بقى؟ عرفت ان التهديدات ما تنفعش، ما تنفعش والله. عيب يا كروان، نكبر. يا جدعان كل اللي حضر الفرح ده مسوخ والله مش بهزر. شبيه مش عارف مين وشبيه مين وشبيه مين وشبيه مين، مسوخ. يعني هو شايف واحد اندر، هو مش اندرتيكر، هو اندر بس يعني، هو لابس فانيل اندر تمام، ولابس لي بس البرونته بتاعت اندر يعني. والتاني اللي هو شبيه لابو كرش اللي هو التركي اللي بيقعد يهز كرش كده، شفته ورا. مين دول؟ لا بجد مين دول؟ يا عم ما تهزرش، ما تقوليش الكلمه دي اصلا، عيب تطلع من بقك. انت بتستفز الواحد والله، لا كده مش كده، بتستفز عارفين ان الواحد. عائله شعبان عبد الرحيم عائله كبيره، مش مستنيه واحد زي مش ده. احنا اللي هنقول فاهم. عائله شعبان عبد الرحيم ايه؟ ده عائله شعبان عبد الرحيم معروفه من طب زمان. ماشي، بس عمر اخوه ما هيجي على بابه يقول له انا طالع عندك واقول له لا لا. عيب لما يطلع من بقه ويسالني يقول لي لو كان بنتك توافق. انا بسالك بقى السؤال ده، لو كانت بنتك توافق؟ لو كانت بنت شعبان عبد الرحيم كان وافق؟ ما ترد على السؤال.
قول لا، قول لا. هل انت موافق على النسب ده؟ هي دي الفكره، نطلع قول اه او لا، ساعتها احنا هنعرف بقى ايه الكلام وايه الدنيا. لا ما انت ينفعش. وافق على مين؟ لا 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 انت هتهزر. طب طالما انتوا يا جماعه رافضين قوي كده، يعني انت رافض رفض تام، هو باين على شكلك اهو. طب وافقتوا اخوك ليه وجريتوه ليه على اللي هو قاعد بيعمله ده؟ على فكره الموضوع لو طلع ترند اكتر حد هيتاذي في الموضوع ده كله البنت. حرام اللي بيحصل ده والله، عيب 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 الاستخفاف بمشاعر الناس، عيب. طب يعني انا مش عارف والله، يعني حتى لو الموضوع ده طلع ترند والراجل كان قابل الكلام ده على بنته، البنت ازاي تقبل حاجه زي كده على نفسها؟ انا مش فاهم. واللمس والاحضان بص يا حبيبي، بيقول لك خدوم فاره ده اللي ناقص. يعني بيقول لك خدوم فاره هيغنوكم الله. ايوه بس مش تاخدهمش متسولين يغنيهم الله، يغنيهم ربنا ازاي؟ ما انت متسول وبتعمل حاجات كلها غلط في غلط، هيغنيك ربنا من الحرام بقى، مش كده ولا ايه؟ لكن ما تقولش خدوهم فقراء، لا لا. طب يا عم اخده فقير، بس اخده فقير محترم، اخده فقير ابن الناس، اخده فقير عارف ربنا، ما اخدوش فقير متسول شحات على التيك توك. كروان بيقولوا مغمى عليه والفرح باظ. الفرح باظ يا جماعه، انا رحت الفرح عند كروان والفرح باظ وانا مش هقدر ادخل، الدنيا متبهدله خالص جوه. انا عند القاعه اهو، بس الدنيا متبهدله والكروان بيقولوا مغمى عليه والفرح باظ. خلاص يا اسطى والله عرفنا ان الفرح باظ، وعرفنا ان في زحمه والدنيا مقفوله والمرور مفشوخ على اخره بسبب مين؟ الاستاذ كروان. حاسس ان انا في نبطشيه، الا ابوه راجل يسيب كروان دلوقتي ويروح وينزل مع على المنصه. بص الواد متبهدل ازاي. طب يا جدعان بالله عليكم انتوا راضيين عن الموضوع؟ حتى لو موضوع ترند انتوا راضيين على البهدله دي؟ وتبص للعروق، يعني العروق اقسم بالله العظيم انا صعبان عليا غير البنت. كروان مش فارق معايا، لكن البنت نفسها يعني حتى لو الموضوع يعني حقيقي، كسرة نفسها صعبة، دي بهدلة، دي عمرها ما شفت الكلام ده ابدا، يعني مستحيل. قبل ما يحصل بقى موضوع الترند بتاع كروان والكلام ده كله، هي مستحيل شافت الكلام ده، ما تعرفش الحوار ده. بص هي مستغربة. اوعى كهربا هتوقعنا يا كهربا. الله يسامحكم، كسرتوا بنفسهم والله. الموضوع يزعل، يعني مش يزعل، يضايق كمان. يعني بص بنت بتعمل كده قلبها مش عارفه تاخد نفسها. يا جماعه المفروض لو حتى فرح فيك اي كلام، خليهم يعملوا النمره ويمشوا يرقصوا شويه مع بعض، يعملوا مش عارف ايه العادي اللي بيحصل في الافراح. هي اهلها راضيين، خلاص احنا مالناش دعوه. بس انا بتكلم بقى لو الموضوع حقيقي او الموضوع فيك، الناس دي رايحه تعمل ترند بشكل ما، يسيبوا، ما يبقاش المنظر كده، والله ما يبقاش المنظر كده. بس ارجع واقول يا كروان انت غلطان، انت غلطان، ما تطلعش تتحدى الناس يا كروان، تمام؟ وكان في ايدك في اخر لحظه تقعد ممكن تلغي القاعه وتحجز في قاعه ثانيه، ما كانش لازم يعني القاعه دي. ايه يعني شقه في المهندسين؟ حاجه تليق بيها وبقالت. طب انت عارف على كروان شغال ايه؟ عيلته عامله ازاي؟ وضعه ايه؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع. انا كنت نايم وصحيت من النوم لقيت فيه كارثه. يا جدع يا جدع ما تقولش كده. يعني انت كنت نايم خبطوا عليك قال لك يلا احنا جايين نكتب كتاب كروان على البنت بنتنا؟ وبعدين مهندسين ايه يا جدعان؟ يا جدعان ده قاعد في عداله القبه، يعني مهندسين ايه اللي انت بتتكلم عليها يا غالي؟ انت عارف الشقه بكام في المهندسين؟ وبعدين سالوا على مين؟ ما هو تاريخه القذر كله موجود على السوشيال ميديا. سالوا على مين؟ ده كان بيلبس بادي اصفر. سالوا على مين يا جدعان؟ برضو حبه المذيعين دول بيسالوا حاجات غريبه، ان فضايحه موجوده وطالعه من ساعه بطاطا وانجي، وقبلها لما كان بيلبس كعب وجزمه حريمي وعامل لي شعره قصه كده ولابس بادي اصفر بتاع النسوان. فانت متخيل احنا فين؟ انتوا متخيلين احنا لا احنا في قاع الزباله من تحت، احنا انت حته في الزباله حرفيا. ازاي بقى؟ انت بتصف جوازة كروان مشاكل من بنت اخوك بكارثه؟ انا بقول لك اهو، صحيت من النوم لقيت فيه اخويا جاي لي وجايب لي ناس معاه عشان يلبسوا شبكه عندي. ما اقدرش اقول لا عشان خاطر اخويا لازم اقابله. حصل. حتى المذيع بيقول حصل كذب بقى وبتاع، ودخلنا في الحوارات بقى. وانت كنت ممكن تقول له بعد اذنك يا اخويا تعالى جوه، تسحبه من وسطهم تتكلم معاه وتقول له انا مش موافق على الموضوع ده، والموضوع دوت هيجيب لابونا وهيجيب لي اسم عيلتنا العار.
انت سالت عليه يا ابني؟ لا ما سالتش عليه. طب انا كنت عارفه لان انا كنت بسرحه. اطلع قول كده. لكن طالما انت استقبلتهم ودخلتهم بيتك وكنت موافق على الكلام والكلام ده اتصور ونزل فيديو، انا مش مصدقك. انا اقول اللي ليه ولا عليا. هي حماتك هي اللي عامله المزمبليه اللي في دماغها اللي لونه بنفسجي ده ولا الاحمر ده؟ الله الله. استني كل راجل كده وكل اخت كده، احلى اخوات في الدنيا كلها. انا العريس المنتصر النهارده، فرحتنا مش هتكمل الا بيكوا احلى اخوات. طب ما انت عزمت الناس اهو. الله. مستني كل اخ جدع واختك. مش الفيديو ده نزل على التيك توك برضو ولا انا جايبه منين؟ ها ما تقول ما ترد. ما انت كده عزمت الناس يا كرم. زعلان ليه بقى لما بوظوا لك الدنيا؟ المفروض ما تزعلش. خلاص هم جم بوظوا الدنيا اللي انت عزمتهم بس. خلاص خلص الموضوع. انزل ال 16 اديك انت بترد على نفسك اهو. ايه ده؟ انت جبت لها برد وايفون هديه؟ انت داخل عليه في عيد ميلاد ولا ايه؟ يا ابني مراتك يا ابني، او هتبقى مراتك، او اكيد ده قبل كاتب كتاب ولا بعد كتاب مش عارف. الحضن ده حلال يعني؟ هي دي الفكره. فرحي باظ وعربيتي ولعت وملحقتش اتحنى باي حاجه وتليفوناتنا كلها ضاعت واتبهدلت. عشان تبقى تعزم الناس كويسه وكروان بيعزمهم. ها مش انت ورا لسه قايل لهم يا جماعه مستني كل راجل جدع اهو. نقول لك الجدعان اهو. اعمل اي حركه حاسس كده. بص لنا يا حسن. شنبه هنا يا حسن. ايوه ده اختراعي، انا اللي عامل النضاره وانا اللي مخترعها. انا عامل حاجات كتير لان انا عندي افكار. ايه بعمل افكار انا. دي فكرتك. انت جاي من المحجر. ايه التراب ده اللي على التيشيرت؟ طب انا يعني من زمان انا شايفك مع كامل الاحترام لشخصك الكريم، شايفك راجل بتحب تهزق نفسك. فانا مش هخش معاك في جدال كتير لان المهزأ يعني مهزأ فاهمني. فمهما قلت ومهما عملت اكيد الراجل المهزأ يحب ان هو يتهزق. مهما عملت مهما حسست ان هو المفروض يكون بني ادم مش هتعرف. خلاص انا مهزأ وافضل مهزأ بس كده. فما مش هخش معاك في جدال حرفيا يعني. بص كده يا جدعان، انا عايز اشوف رايكم في الكومنتات لان انا مش عارف بصراحه الدنيا ديت اخبارها ايه. بس اللي انا متوقعه 100% ان الموضوع عباره عن ترند. حتى ولو هم مش قايلين او هم بيقولوا او بيغطوا بتاع، مفيش حد يا جماعه بيرضى يتجوز بنته لواحد ما يعرفش عنه اصله وفصله وشغال ايه او مستقبله ايه. معلش يعني اجوز بنتي لده؟ قولوا لي رايكم في الكومنتات واشوفكم على خير. واحد مسا عليكم. سلام.